السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لما طلع الدكتورة وسام شعيب قالت اللي قالته في الفيديو بتاعها، ملحوظة اللي لسه ما يعرفش موضوع فيديو دكتورة وسام يقدر يدخل على الحلقة اللي فاتت بتاعتي، هيلاقي فيها تحليل لفيديو الدكتورة. المهم انها لما طلعت قالت اللي قالته الدنيا قامت عليها وما قعدتش، وناس كتير، فئة كبيرة من الناس والإعلام قاموا عليها وهجموها بشدة. والصراحة أنا كنت واحدة من اللي هجموها كمان، ولكن هجومي عليها وموقفي تجاهها كان بسبب سوء اختيار ألفاظها وطريقتها وأسلوبها، وإنها عممت سلوكيات سيئة. ولكن في حقيقة الأمر هي بتتكلم صح. في مصايب كتير في الدنيا للأسف، وفي أحداث تخلي المجتمع يخجل إن مثل هذه الأحداث بتحصل فيه، ولكن هي كانت طريقتها مش لطيفة. المهم ان انا نفسي بقى ان الناس دي والاعلام تحديدا اللي مسكوا الدكتورة سلخ وجلد يطلعوا يقولوا لنا رأيهم في اخر حدث، واللي كانت بطلته واحدة من نفس الوسط الاعلامي. وعلشان ما اطولش عليكم هدخل في الموضوع على طول. الإعلامية داليا فؤاد اللي كانت بتقدم برنامج ضرب نار على قناة القاهرة والناس، واللي كانت بتقدم محتوى على السوشيال ميديا، محتوى حساس وخادش للحياء، بحجة إنها بتوعي البنات، اتقبض عليها في فيلتها وبحوزتها 180 لتر من عقار الجي اتش بي. ايه هو عقار الجي اتش بي ده؟ ده عقار بيسموه عقار الاغتصاب، شكله سائل أو بودرة، بيتحط للبنت في العصير او الميه. تأثيره عليها بيبقى حسب الجرعة اللي اتحطت لها، بمعنى ان 1 جرام من العقار ده بيسبب حالة ريلاكس كده للبنت وكأنها عايزة تنام. ولو زادت الجرعة ضربات القلب بتزيد، والبنت بتفقد السيطرة على نفسها وبتفقد القدرة على المقاومة تماما، حتى لو كانت هتهش دبانة من على وشها. بتفقد الوعي تماما. وبغض النظر عن ان العقار ده لوحده كارثة، الا ان الكارثة الاكبر بتكمن في نقطتين مهمين. اول نقطة هو ان العقار ده بيسبب فقدان للذاكرة، بمعنى ان الضحية ما بتبقاش فاكرة اي حاجة من اللي حصلت معاها. يعني لو تأثير المخدر راح، البنت مش هتعرف تبلغ الشرطة ولا تبلغ حتى اهلها، لانها مش هتبقى فاكرة اي حاجة خالص. تاني نقطة ودي كارثية أكتر من الأولى، وهو إن تأثير المخدر ده مش بيبان لا في تحليل دم ولا في تحليل بول. يعني لو عدى عليه 24 ساعة، بمعنى إن الضحية لو ما اتلحقتش قبل 24 ساعة، لو راجل بقى اثبت اللي حصل لها. ده شرح بسيط كده على قدي لعقار الجي اتش بي، واللي بيطلقوا عليه عقار الاغتصاب، وتأثيره على اللي بياخده. طيب ايه علاقة داليا فؤاد بالعقار ده؟ وليه كان بحوزتها 180 لتر من عقار الجي اتش بي؟ وازاي اصلا اتقبض عليها؟ القصة بدايتها ان الشرطة كانت بتبحث عن ديلر بلجيكي مطلوب القبض عليه، ولما تتبعوه لقوه في فيلة داليا فؤاد، واتضح بعد كده ان هم اصحاب وبيتاجروا في عقار الجي اتش بي مع بعض. الديلر البلجيكي اتعرف على داليا في نايت كلاب، كانت بتشرب وحالتها متدمرة. اتعرفوا على بعض وعرض عليها ان هي تتاجر معاه في العقار ده، وقال لها ان فلوس الاعلانات والبرامج هتبقى بالنسبة لها شوية فكة، ولان الانسان بطبعه طماع ما يملاش عينه غير التراب، ولان البحر بيحب الزيادة، داليا ما كفهاش الفلوس اللي عملتها من شغلها بالحلال، فقررت انها تحوش وتكوش وتعمل ثروة من الحرام علشان تأمن مستقبلها ومستقبل عيالها اللي هم بنتين ما اتقتش ربنا فيهم، وانها زي ما بتساعد ان ده يحصل لبنات الناس اكيد هيحصل ويترد لها في عيالها. من الاخر، ام غير امينة واعلامية غير امينة، خاينة للمهنة اللي اخدتها ستارة تداري بيها حقيقتها وبشاعتها. داليا كانت بتاخد كميات من عقار الجي اتش بي من الديلر البلجيكي وتبيعه للشباب، فحالها اتبدل وجابت فيلا وعربية احدث موديل، وحسابها في البنك بقى بالملايين. زمايلها الإعلاميين اتبروا منها، ونقيب الإعلاميين قال إن داليا فؤاد مش إعلامية، وإنها مش مقيدة بجداول النقابة، ومعهاش تصريح مزاولة المهنة، وإنها لا تنتمي لنقابة الإعلاميين، وإن النقابة
هتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وضد قناة القاهرة والناس، لأنها كانت الوسيلة اللي سمحت لها بممارسة النشاط الإعلامي، وده مخالف لقوانين النقابة، وإن العقوبة ممكن توصل لحبس الممثل القانوني للقناة، وكمان لتغريم وإغلاق القناة. الحادثة دي كرباج مش ألم، علشان نفوق ونعرف إن مش أي حد بيكلمك في مصلحتك فهو عاوز مصلحتك فعلا، ولا إن أي حد بينصحك هو عاوزك تعمل بالنصيحة، أو ممكن يكون عايزك تعمل بالنصيحة بس الغرض سيء في دماغه، بمعنى إن نصيحته هتوصلك لطريق وحش. يعني من الآخر بيحط لك السم في العسل علشان تاكل وتستطعم وتستلذ. ومش أي حد بيطلع في التلفزيون ولا بيقدم محتوى على النت بيتكلم فيه عن الأخلاق والمبادئ والقيم والعرف والعفة هو كده فعلا، لا، ممكن يكون عكس كده تماما، ويكون كل كلامه ده ستارة يداري بيها حقيقته اللي عكس كده. وأكبر دليل أهو داليا فؤاد، واللي مش هنقدر نقول عليها إعلامية بعد ما نقابة الإعلاميين اتبرت منها بنفسها. السؤال المهم هنا بقى، الست دي باعت كميات قد ايه من عقار الجي اتش بي او عقار الاغتصاب قبل ما يتم القبض عليها؟ وهل معنى كده ان احنا هنلاقي حالات اغتصاب كتير الفترة الجاية؟ الله اعلم، ولكن ربنا يسترها علينا جميعا. خلوا بالكم من نفسكم وخلي بالكم من عيالكم، وانصحوهم انهم تحت اي ظرف ما ياخدوش حاجة من حد غريب، وعلى وجه الخصوص للبنات خلوا بالكم ولو خرجتم مع اصحابكم وكنتم قاعدين في كافيه مثلا وقدامكم العصاير بتاعتكم، خلوا بالكم او خلوها في ايديكم. انا عارفة ان المنظر هيبقى بايخ شوية، بس لو انت قاعدة والعصير بتاعك قدامك مجرد ما تلتفتي تبصي على اي حاجة او مش واخدة بالك ممكن يتحطلك حاجة في العصير ويبقى عليه العوض ومنه العوض. والحرص ده مش ناحية الشباب بس، لا، ده ناحية الشباب والبنات كمان، لان ممكن يكون ليكي واحدة صاحبة حقودة او حرامية او قوادة وانت ما تعرفيش، وتكون هي السبب انك تقعي ضحية لمخدر الاغتصاب. على فكرة مخدر الجي اتش بي منظمة الصحة العالمية حذرت منه لخطورته، ولكن للأسف لأن أحيانا بيصنف على أنه مسكن فسهل تداوله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من عادانا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان سبب في دخول المخاطر والأضرار ومسببات الجرائم دي لأرضنا. ربنا يحفظ مصر ويحفظ شبابها وبناتها وأطفالها وشيوخها رغم أنف الحاقدين والحاسدين، لأن العقار ده ما كانش موجود عندنا في مصر، ده جايلنا من الغرب. ولكن للأسف أمثال داليا فؤاد كتير، المتلهسين ورا الفلوس، ودول اللي بيساعدوا على دخوله وترويجه وانتشاره. احذروا من مخاطر المستقبل. ربنا يحفظنا جميعا. ما تنسوش ان دعمكم دايما بيفرق باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. حلقة النهاردة خلصت بس لسه الحلقات جاية كتير، استنوني في حلقة تانية جاية. شكرا ومع ألف سلامة.